السلام عليكم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. صلوا على رسول الله. البخيل قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أتكلم معكم عن الحجاب الشرعي أو عن عبايات بناتنا اللي منتشرة في الأسواق وفي المجمعات نشوفها، أحوال نسأل الله السلامة والعافية. طيب وش صفات الحجاب الشرعي أو العباءة الشرعية؟ صفاتها أول صفة يا أخواني في الله وش تكون واسعة، تكون واسعة. ثاني شرط أن تكون سميكة يعني ثخينة، ما تكون شفافة. ثالث شرط أن ما تكون مزخرفة أو مزينة، فساتين ما شاء الله، والله مو فستان إلا قميص نوم نسأل الله السلامة والعافية. رابع شرط خذوه، أما تكون على شكل هيئة الرجل، مثل عباية الكتف. وش تسوي عباية الكتف؟ تصف الكتف، تصف الرقبة، تصف الصدر، فهي ما تجوز. فيا أخواتي بالله، كل من شافت المقطع ترى هذا المقطع حجة عليك، حجة عليك. بعدين ترى الحجاب الشرعي المقصد منه مو انك تتزينين تصيرين زينه قدام الرجال الاجانب، لا، المقصد منه انك تسترين نفسك، المقصد منه انك تحفظين نفسك. حجابك هو زينتك، حجابك هو عفافك، حجابك هو شرفك. كلما تمسكتي بالحجاب انت متمسكه بامر الله عز وجل. مجرد لبسك للعباءه الشرعيه مهما تروحين اي مكان تروحين له تدل عليك حسنات حسنات حسنات، وانت عشانك بس لابسه عباءه ترضي الله عز وجل. فيا اخواتي بالله، الان هذا شفتوا شلون؟ عرفتوا شلون طريقه الحجاب الشرعي؟ فانا انصحكم لله في الله، والله ما سويت هالمقطع الا عشان اشوف بناتنا المنتشرات في الاسواق بصوره ما ترضي الله عز وجل. حتى اني اسال الشباب يقول والله البنت اذا شفناها لابسه عباءه على الكتف انها تفتنا، اما البنت اللي لابسه عباءه على الراس والله اننا نحترمها. فيا اخواتي بالله، المقطع هذا انشروه بينكم، وانتم ايها الرجال اتقوا الله في اعراضكم، اتقوا الله في بناتكم، انشروا المقطع هذا لعله يكون سبب لستر بنت من بناتنا او اخت من اخواتنا وحجاب لهم عن النار. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد. انشروه.